منذ آلاف السنين، لا تزال أهرامات مصر تخفي أسرارا لم تكتشف بعد، وتثير فضول العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم. ومؤخرا انتشرت أخبار مثيرة مفادها اكتشاف أعمدة ضخمة وهياكل غامضة تحت هرم خوفو وخفرع تمتد إلى أعماق سحيقة تحت الأرض. ولكن ما مدى صحة هذا الادعاء؟ وهل تم بالفعل الكشف عن مدينة خفية تحت الأهرامات؟ دعونا نبدأ القصة من بدايتها. في أوائل عام 2021 أعلن فريق بحثي إيطالي اسكتلندي بقيادة كورادو مالانغا وفيليبو بيوندي أنهم توصلوا إلى اكتشافات مذهلة باستخدام تقنيات تصوير راداري متقدمة. وادعى الفريق أنهم رصدوا هياكل أسطوانية ضخمة أشبه بأعمدة تمتد لعمق يصل إلى 640 مترا، بالإضافة إلى غرف مكعبة عملاقة وممرات تحت الأرض قد تشير إلى وجود منشآت بشرية معقدة مدفونة أسفل هضبة الجيزة. هذا الخبر أثار ضجة واسعة، وتداولته مواقع إلكترونية وقنوات على يوتيوب بشكل مكثف، وبدأ البعض يربط بينه وبين نظريات قديمة حول مدينة تحت الأهرام. لكن كيف كان رد علماء الآثار المصريين؟ الدكتور زاهي حواس، أحد أبرز علماء المصريات في العالم، خرج بتصريح رسمي يؤكد فيه أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل أثري حقيقي، وقال بالحرف: لم تجرى أي مسوحات رادارية رسمية في هذه المنطقة، ولم تكتشف أعمدة أو غرف أو ممرات من هذا النوع. وأضاف أن الصور المنتشرة على الإنترنت لا تعدو كونها رسومات رقمية تخيلية، لا تدعمها أي بعثة أثرية معتمدة، وأن من يروجون لهذه المزاعم يعتمدون على نظريات غير علمية. فأين تكمن الحقيقة إذن؟ حتى الآن لا توجد أي جهة أثرية رسمية، سواء مصرية أو دولية، تؤكد صحة هذه الاكتشافات. لكن هذا لا يعني أن كل شيء قد كشف. الهرم الأكبر وحده يحتوي على فراغات داخلية لم تفسر بعد، وقد كشفت تقنيات حديثة مثل تصوير الميون عن وجود ممرات وغرف مخفية لم يعرف بعد دورها الحقيقي. الواقع أن أهرامات الجيزة ما زالت تحمل في طياتها أسرارا عظيمة، لكن اكتشافها لا يتم عبر الشائعات أو الخيال، بل عبر العلم والدليل والتنقيب الميداني. والسؤال المطروح الآن: هل سنشهد في المستقبل القريب اكتشافا يغير كل ما نعرفه عن الأهرامات؟ وهل هناك فعلا مدينة مدفونة تنتظر من يكشف عنها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد عن أسرار الحضارات القديمة.